السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الجزائري علي ابن الشيخ محلل مباريات بطولة كأس العرب 2025 بقناة الكأس يفاجئ منتخب الأرجنتين وميسي في برنامج الكأس المجلس بتصريح قوي جدا. لكن قبل ما نشوف ونبص ابن الشيخ قال ايه، يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. بعد ما أسفرت قرعة كأس العالم 2026 بأمريكا على وقوع المنتخب الجزائري والأردني والأرجنتيني والنمساوي في المجموعة العاشرة، وبدأت جماهير الأرجنتين والنمسا بالتهكم على المنتخبين العربيين الشقيقين في مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ ابن الشيخ الجميع حين سأله رئيس المجلس عن حظوظ منتخب الأردن والجزائر في المرور إلى الدور الثاني. فقال ابن الشيخ بثقة: الجزائر سوف تسقط شباك الأرجنتين والأردن، سوف يكتسح دفاعات النمسا، وسوف يتأهل المنتخبين العربيين الشقيقين سوية إلى الدور الثاني، وسوف يتقاتل منتخب الأرجنتين والنمسا على المركز الثالث، الذي سيكون طوق النجاة لهما لكي يلتحقا بالأردن والجزائر إلى الدور الستة عشر، لأن منتخبي النمسا والأرجنتين يستصغران الجزائر والأردن. لكن المفاجأة ستحصل بكل تأكيد في المونديال. أعيدها وأكررها: عمورة سوف يسقط شباك مارتينيز وسيجعله أضحوكة للعالم. وقولوا ابن الشيخ قالها